السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، يا رب تكونوا بخير وسعادة. أصدقائي، مع حل كتاب الامتحان بعد مراجعة امبارح بفضل الله عز وجل، راجعنا على الشهر الأول بالكامل وجايين النهاردة علشان نطبق لك يا بطل. ولا يمكن أبدا إن حضرتك تسمع الشرح وبعد كده ما تعرفش التطبيق ماشي إزاي. فجينا النهاردة علشان نبدأ تطبيق واحدة واحدة، وهنبدأ أول حاجة بالنحو، أسلوب التعجب. طبعا الاسئله ماشيه بالتدريج، يعني يمشي في البدايه. لو لقيت نفسك في البدايه ماشي السؤال الاول الثاني الثالث العاشر الدنيا تمام، فلا تامن مكر السؤال رقم 11 او 12 او 20، لان الموضوع ماشي بالتدريج. هنبدا اول حاجه باسلوب التعجب. السؤال الاول بيقول عاوزين الجمله التي تشتمل على تعجب قياسي. ربما حضرتك تبقى عارف ان التعجب هو على وزن ما افعل وافعل به بس، لكن ما تعرفش ان التعجب فيه قياسي وسماعي. القياسي هو على وزن ما افعل وافعل به بس، اما السماعي اي حاجه غير الاثنين دول. فهدور على ما افعل او افعل به، وانت بتقرا يا ريت تقرا صح، لاني ممكن اجيب لك ما بس مش ما افعل. السؤال الاول بيقول انما اكرم، طبعا دي غلط كده كده نستبعد. الثاني انت الكريم ما أكرمت أولي القربى، طبعا غلط. رقم ج ما أكرم الفضليات المهذبات، دي حلوة دي، تمام خليها معانا. رقم د ما أكرم أولي القربى من الناس غير الكريم. شوف يا صديقي، الاتنين بادئين بما، والاتنين على وزن أفعل بعدها، لكن مين بقى اللي هتبقى تعجب؟ لما تقرأ كويس وتتمعن وتفكر كويس في القراءة، هتلاقي ان رقم د بيقول ما نافية، ما أكرم أولي القربى من الناس غير الكريم. يعني مفيش حد أكرم أولي القربى من الناس إلا الكريم، يبقى دي كده نافية مش تعجبية. لكن رقم ج ما أكرم الفضليات المهذبات، يبقى الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. رقم ب قال أحمد شوقي مخاطبا تمثال أبي الهول، برضه بيسألك على الأسلوب التعجب القياسي. إلى ما ركوبك متن الرمال لطي الأصيل وجوب السحر، طبعا مفيش على وزن ما أفعل ولا أفعل بيه خالص. رقم ج بقى ما أجمل الوردة الناضرة، حلو قوي ده. رقم د عجبت من يشتري عرض الدنيا أو عرض الدنيا بماله، مفيش، يبقى رقم ج. انت واخد بالك ان حتى انا بعد ما بلاقي الكلمه اللي على وزن ما افعل او افعل بيه بقرا برضو باقي الاختيارات، لربما يبقى في اختيار انا قراته غلط. س 3 عايز بقى هنا التعجب السماعي، يبقى انا هستبعد ما افعل وافعل بيه. قال تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم، دي ما افعل، يبقى ده قياسي. رقم ب فيا لك بحرا لم اجد فيه مشربا، مفيش ما افعل، يبقى خليها على جنب ممكن اختارها. ج اكرم بقوم، ده الصيغه الثانيه، يبقى دي غلط. رقم د ما اصعب الدنيا، دي برضو الصيغه الاولى، يبقى كده الاجابه تبقى رقم ب فيا لك بحرا. عين في الامثله التاليه فعل التعجب والمتعجب منه. قال تعالى قتل الانسان ما اكفره، فين فعل التعجب؟ طبعا فين الصيغه اصلا اللي هي كلمه او جمله ما اكفره، فهيبقى اكفر، هيبقى الفعل التعجب، وبعد كده الهاء هتبقى المتعجب منه، تبقى الاجابه رقم د، لان احنا قايلين ان المتعجب منه هيجي بعد افعل على طول. قال الشاعر ما اجمل الهجره، طبعا بسيطه قوي، هتبقى اجمل والهجره. رقم 3 ما اروع اللغه العربيه اشرف لغات العالم، هتبقى اروع واللغه، يبقى الاجابه رقم ب. اجمل بان نرشد في استخدام ماء النيل، اجمل هتبقى هي فعل التعجب، وبعد كده المتعجب منه هيبقى ان نرشد، اللي المتعجب منه بيبقى اللي لازق في حرف الب على طول. قال الشاعر خليلي ما احرى بذي اللب، يبقى ما احرى، ما احرى، يبقى عندي احرى وبعد كده بذي اللب ان يرى، يبقى احرى وان يرى.
قال الشاعر: لله ضر، لله ضر، ده التعجب اللي هو السماعي. لكن الناحية التانية قال: ما كان أعرفه، ما كان أعرفه، يبقى عندي ما. وبعد كده كان يا صديقي بقى، ركز في الحتة ديت، ممكن كان بس، كان بس، لأن أنا كنت بقول لك ما ويجي بعدها كلمة على وزن أفعل وبعد كده المتعجب منه، كان بس هي اللي ممكن تدخل ما بين ما وأفعل، عشان دي كان بتبقى اسمها كان زائدة. فلو لقيت ما بين ما وأفعل كلمة كان، هتعرف إنها كان زائدة ملهاش لازمة، يعني مش هيبقى ليها اسم ولا ليها خبر، دي زائدة. فعندي ما، المهم إن فعل التعجب هيبقى أعرف وبعد كده هيبقى المتعجب منه الهاء. رقم 7: ما أطيب بعد الصلاة الدعاء، يبقى ما أطيب وبعد كده متعجب منه هيبقى الدعاء، يبقى أطيب والدعاء. بلدنا مصر ما أجمله بلدا، يبقى أجمل والهاء. نشوف بقى الإعراب الصحيح. قال تعالى: أسمع بهم وأبصر، الضمير اللازق في الباء هيبقى إعرابه إيه؟ طبعا أنت عارف كده كده إن هو إعرابه ثابت، مش اسم مجرور، يبقى اشطب ألف واشطب ب. اقرأ جيم، ضمير مبني في حال رفع فاعل ولا ضمير مبني في حال نصب مفعول؟ طبعا الإجابة أصلا ثابتة إن هو إعرابه فاعل، يبقى رقم جيم. قال الشاعر: إذا عمر الإنسان 90 حجة، 90 سنة يعني، فأبلغ بها عمرا. تيجي انت بقى تغلط وتقول لي ان عمرا دي مثلا هي المتعجب منه، لا، متعجب منه كده كده اللي هيجي لازق في حرف الب. طب جاب بعدها بقى نكره منصوبه، ده اعراب قديم يبقى تمييز. ما اروع هذه الوحده، فين المتعجب منه؟ هذه كده كده. طب والوحده؟ عندي اسم اشاره وبعده الف ولام يبقى بدل. ما اجدى حسن اداره مواردنا المائيه، طبعا المتعجب منه كلمه حسن. طب اداره تعرب ايه؟ نكره، ده كده اعراب قديم. يعني انا عايزك بس تبقى عارف ان الجزء بتاعك انت، الجزء بتاعك انت اللي هما الثلاث كلمات ما وافعل والمتعجب منه، ده كده اعراب ثابت. بعدين ممكن يجيب لك اعراب قديم زي ايه بقى؟ زي كده نكره ونكره وما توصفش تبقى مضاف اليه. ما اروع اللغه العربيه الفاظها، طب الفاظها دي تبقى ايه؟ برضو مش تبع الدرس خالص، ده اعراب قديم، اخرها هي وجزء من اللي قبلها تبقى بدل. احنا كده بنحل معاك الاعراب القديم وبنقول لك التركه بتاعته ايه، الشرح بتاعه ايه، طريقته ايه. هيبقى بدل، اخرها هي وجزء من اللي قبلها. اعظم بشعب، لو قال لي اعظم بشعب فكره يبقى فكره بدل، لكن قال فكره مستنير دي بقت جمله اسميه جديده، يبقى فكره هتبقى مبتدا. عايزين بقى اعراب كلمه اعظم في الجملتين. الاولى: ما اعظم الامه العربيه، طبعا دي كده تعجب فيبقى فعل ماضي مبني على الفتح. اما الثانيه الامه العربيه اعظم الامم، ده كده اسلوب تفضيل، طالما بيقارن بين اتنين يبقى اسلوب تفضيل، فتبقى اعرابها خبر، يبقى نختار رقم ج. س 7: عبر عن مضمون الجمل التاليه باسلوب تعجب. الجمله الاولى بيقول: يصغي العاقلون الى ما ينفعهم. عايز بقى اتعجب من الجمله دي باسلوب تعجب، فانت تحط في بالك انك محتاج اسلوب تعجب بطريقه من اتنين، يا اما ما افعل او افعل بيه بس يبقى الاعراب صح. الاولى: ما اصغى العاقلون، حلوه، ولكن المفترض يقول لي العاقلين لانها تبقى مفعول به، يبقى الف غلط. ما احسن اصغاء العاقلين، حلو قوي، صح تماما، خليها بقى معانا دلوقتي. رقم ج: احسن بتصغيه العاقلين، حلوه برضو، خليها معانا دلوقتي. اصغي بالعاقلين، حلوه برضو. طب ما كاعراب كلهم صح، اعمل ايه بقى؟ هقول لك تعمل ايه. حضرتك ربما تكون نسيت ان فعل التعجب له 3 اشكال، ممكن يجي بطريقه مباشره او غير مباشره او ما يجيش خالص. ايه بقى الطريقه غير المباشره؟ كنا بنجيب كلمه على وزن افعل وبعد كده نجيب المصدر الصريح من الفعل اللي هو مدهوني. طب الفعل اللي هو مدهوني اسمه ايه؟ يصغي. طب الفعل دوت الماضي بتاعه عشان اعرف اجيب المصدر الصريح منه كويس
يصغي، الماضي بتاعه اسمه أصغى، فأصغى يبقى المصدر الصحيح منه إصغاء. إصغاء يبقى كده رقم جيم غلط، لأن جيم قال لي تصغية، يبقى الإجابة هتبقى رقم ب، ما أحسن إصغاء. سؤال رقم 2، أعمل الباحثون عقولهم لخدمة البشرية. فنقول ما أعمل الباحثين صح، أعمل بالباحثين صح، ما أعظم إعمال الباحثين صح، أعظم بخدمة البشرية لعقول الباحثين، كلهم صح. طيب وهنا مفيش كمان أوزان عشان أقول لك إن المصدر الصريح وكده، يبقى كده ما قداميش غير إيه؟ إني أنا أتعامل على معنى الجملة. معنى الجملة بيقول أعمل الباحثون عقولهم لخدمة البشرية، يبقى نقول ما أعمل الباحثين عقولهم لخدمة البشرية. أعمل، لا أنا عايز أتعجب، يبقى مش أعمل، أنا عاوز الكلمة بتاعت أعمل ديت، فأقول له ما أعظم إعمال الباحثين عقولهم لخدمة البشرية، يبقى رقم ج، عشان أنا عاوز أتعجب أصلا من أعمل. يطاع الوالدان في غير معصية. هتقول ما أطوع ولا أطوع ولا ما أجمل ولا أجمل، برضو كلهم صح. أشوف بقى الأول يطاع دي علشان أعرف أجيب منها مصدر صريح أجيبه صح إزاي. بيقول يطاع، يطاع هات منها الماضي، أطيع يبقى إطاعة، يبقى إحنا عاوزين كلمة إطاعة. طيب عندي رقم ج اسمها طاعة بس، يبقى غلط. عندي رقم د أجمل بأن يطاع، حلو قوي، هنخليها معانا دلوقتي. رقم ب أطوع، ورقم أ ما أطوع، كل دوت جابوا إيه؟ من الثلاثي، وأصلا يطاع دي غير ثلاثي غير مباشر، يبقى لازم آخد واحدة غير مباشر، يبقى أجمل بأن يطاع عشان تبقى غير مباشر زيها، يبقى الإجابة رقم د. رقم 4، كان العربي رحالا بطبعه. فأقول له أكثر بالعربي رحالا بطبعه، طبعا ما ينفعش. ما أكثر كون العربي رحالا بطبعه، ولا ما أكون العربي رحالا بطبعه، ولا أكون بالعربي رحالا بطبعه. أصلا أنا محتاج عشان كان ديت المفترض إنها تيجي بطريقة غير مباشرة. طريقة غير مباشرة يبقى ما ينفعش أجيب منها على طول على وزن أفعل، يبقى كده ما أكون يبقى غلط، وأكون يبقى غلط. يبقى عندي الإجابة يا إما هتكون أ يا إما ب. أ بيقول أكثر بالعربي رحالا، وب بتقول ما أكثر كون العربي رحالا، يبقى الإجابة هتكون رقم ب. ليه؟ لأن جبت من كان المصدر الصريح اللي هو كون. بعد كده رقم 5، خضر الزرع. خضرة برضو بتيجي بطريقة غير مباشرة، يبقى أقول له ما أنضر خضرة. طب ليه يا أستاذ جبت خضرة ما جبتش مثلا أخضر؟ ما احنا قلنا هتيجي بطريقة غير مباشرة، يبقى لازم خضرة الطريقة غير مباشرة بتاعتها بنجيب منها على وزن فعلة، المصدر بتاعها بيبقى على وزن فعلة. ما حضر المشرفون على الحفل، يبقى لازم تقول له ألا والفعل المضارع، يبقى ما أقبح ألا يحضر، بس مشرفي غلط لأن المفترض مشرفي هتبقى فاعل، يبقى غلط. طب ج أقبح بألا يحضر مشرفي، برضو غلط علشان مشرفي جاية مفعول به. أقبح بألا يحضر مشرفه هتبقى فاعل، يبقى هي اللي صح. طيب احنا حلينا ده كده على ده كتير، ناخد آخر سؤال دوت وبعد كده ندخل على أسلوب الاختصاص. ما أحسن، هناخد بعدها ما أحسن، يبقى عايزين المتعجب منه يبقى مفعول به، فنختار الكلمة المنصوبة. المنصوبة لما يكون جايب لي همزة أختار الهمزة اللي على السطر عشان تبقى مفعول به، يبقى اختار رقم ج. رقم 2، ما أعظم، عايزين ناخد الكلمة المنصوبة. معلماي دي كده مرفوعة،
عشان دي مثنى على فكره. معلمه وجاب معاه الياء اللي عايده عليا. معلمي ماشي. اهلنا دي مرفوعه. امهاتنا غلط. هتقول لي طب ما هي منصوبه بالفتحه. لا، دي امهات دي جمع مؤنث سالم، فالمفترض تبقى منصوبه بالكسر. حط لي كسر، يبقى كده الاجابه رقم ب. اكرم بي. ايوه انا عاوز فاعل، بس ايه؟ عاوزه يبقى مجرور لفظا، يعني عاوز اجيب الكلمه اللي تبقى مجروره، يبقى ذوي. رقم 4. ما اكثر في وطننا العربي رجال الامه مرفوعه. اولي النهى منصوبه. معلمه مرفوعه. بنو مرفوعه. يبقى اختار اولي النهى. ما اروع. عايز الكلمه المنصوبه، فالوحيده المنصوبه هتبقى 2. 6. ما اكرم. عايز الكلمه المنصوبه فتبقى الساعين اللي هي رقم د، لان مفيش حاجه اسمها الساعين اللي هي ب2 ي. طيب كده احنا حلينا على التعجب كتير. تعالى ندخل بقى على اسلوب الاختصاص. اسلوب الاختصاص بيقول حدد في الامثله الاتيه الاسم المختص. عاوزين الاسم المختص. بفكرك بان الاسم المختص لازم يكون له شكل من الثلاثه، مش اي حاجه وخلاص. لازم يكون معرف بال، او مضاف لمعرفه، او ايها وايتها. فقال الشاعر: ان بني منقر قوم ذو حسب، فينا سرات بني سعد وناديها. عاوزين الاسم المختص. الإن بني، أدي إن اللي هي الضمير، فجاب بعدها بني من قرن فتبقى بني. قال الشاعر: نحن أبناء يعرب، هتبقى أبناء يعرب، جت بعد الضمير. قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم، أدي الضمير، ضمير المتصل، فتبقى أهل البيت اللي هي كلمة أهل. أنتم أيها المصريون، طبعا دي باينة قوي، هتبقى أنتم أيها قصدي. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، تبقى معاشر. قال الشاعر: جد بعفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. يبقى تبقى أيها. حدد فيما يلي الاسم المختص والصورة التي جاء عليها. لنا معشر الأنصار، طبعا هتبقى كلمة معشر ويبقى مضاف. أنتم العلماء، هيبقى العلماء معرف بأل. أنا العربي، هتبقى العربي معرف بأل. أنت أيها الطالب ذو الهمة، هتبقى أيها. نحن بني، هتبقى بني مضاف. طيب كده حلينا بقى على النحو كتير. تعالى ندخل نحل على البلاغة. البلاغة البلاغة 67. طيب بيقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هيقول الغرض من الأسلوب إيه؟ قفا بيكلم 2 صحابه،
واصلا كده كده لما يؤمر بالمثنى تعرف ان هو بيؤمر 2 صحابه. احنا كنا قايلين بيكلم واحد صاحبه نفس المنزله نفس المكانه، يبقى التماس. فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الامر اللي هو فغض الطرف ده يبقى غرضه ايه؟ فغض الطرف يعني اقعد ساكت. النصح لا يمكن. تهديد لا. التحقير. معنى الكلام قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به، اعمل ده أو اعمل ده، الاتنين واحد، يبقى التسوية طالما الاتنين واحد. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. التعجيز. إيه بقى التعجيز ده؟ اللي هو إيه؟ دول آبائي اللي أنا بكلمك عليهم، تقدر تجيب زيهم؟ لا ما أقدرش، يبقى تعجيز. ردوا علي الصبا من عصري الخالي وهل يعود سواد اللمة البالي. ردوا علي هتبقى التحسر، نفسه ان هو يرجع لزمن الصبا مرة تانية. أقل اشتياقا أيها القلب ربما رأيتك تصفي الود من ليس جازيا. هنا بيكلم قلبه، يبقى التمني، لأن قلبه عمره ما هيسمع ولا هينفذ له حاجة. قال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ده هيبقى التهديد لأن هيعاقبوا. 16 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فده هيبقى التعجيز لأن مش هيقدروا يعملوا كده. قال تعالى ربي أوزعني، يبقى ده الدعاء طالما مع ربنا. بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجودا، ده بتكلم مين؟ عينيها، يبقى التمني. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. وزن الكلام ده هيبقى النصح. طبعا لما تيجي تبص استعطاف ده لحبيبته، التماس ده الواحد في نفس المكانة، التمني مع غير عاقل، يبقى كده بينصحه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ما فيهاش نصح، ما فيهاش تهديد. تيئيس، تعجب، شوف بيعملوا ايه، يبقى التعجب. طيب نروح بقى نحل على الأدب. الأدب عاوزين الغزل في العصر العباسي والأدب الأندلسي، صفحة 107. قال العباس بن الأحنف إني لأعجب من قلب يحبكم وما رأى منكم برا ولا. طبعا انت لما تشوف كده قال العباس بن الأحنف يقول لك الغرض الشعر اللي بيندرج تحتيه يبقى الغزل العفيف. ليه؟ لأنك أصلا واخد في المنهج إن صاحب الغزل العفيف هيبقى العباس بن الأحنف. قال بشار بن برد حوراء في مقلتيها حين تبصرها سحر من الحسن لا من سحر سحاري. ده يبقى غزل، بس غزل ايه بقى؟ عفيف ولا صريح؟ لو بيتكلم عن الاخلاق يبقى عفيف، لكن بيوصف اي حاجه في الجسم حتى لو الجبهه تبقى غزل صريح. حوراء في مقلتيها يبقى كده صريح. وطبعا هيبقى الاغراض اللي موجوده عندك كتير قوي، هي الغزل الصريح هي العفيف اكيد يعني. بيقول في السؤال رقم 3 البيت الذي يعبر عن الغزل الصريح: إن التي زعمت فؤادك ملها. هو عاوز إيه؟ البيت الذي يعبر عن الغزل الصريح. ماشي. خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فيك الذي زعمت بها وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها. بيضاء، أهو بيوصف أهو
بيضاء يبقى البيت الثالث. قال أبو فراس الحمداني، مش محتاج إنك تقرأ لما يقول لك أبو فراس الحمداني، لأن موجود عندك في الغزل إن هو صاحب الغزل العفيف. البيت الذي يندرج تحت الغزل العفيف يبقى يتكلم عن الأخلاق. يا حسنها حين تمشي، ده كده يبقى صريح. حوراء جاءت من الفردوس مقبلة، فالشمس طلعتها والمسك رياها، فحركت عودها، صريح بيوصفها. نال مني الهوى منالا عجيبا، وتشكيت عاذلي والرقيبة. نال مني الهوى منالا عجيبا، يبقى هتبقى الإجابة رقم د. البيت الذي يندرج تحت غرض الغزل الصريح، غزل صريح يبقى عايزين وصف. كلفت بما أبصرت من حسن وجهها، كده بيوصف، يبقى رقم ألف. يا صاح، بيقول عايزين الغزل الغرض الشعري الذي يندرج تحته البيتان على الترتيب. البيت الأول غزل صريح ولا عفيف، والتاني برضه نفس الكلام. يا صاح كلني إلى بيضاء، يبقى ده صريح، يبقى الأول صريح والتاني هيبقى أكيد عفيف. بس هنتأكد برضه إن التاني عفيف ولا إيه؟ هل تعلمين وراء الحب منزلة؟ يبقى الأول صريح والتاني عفيف. طيب نروح بقى نحل شوية على الأدب الأندلسي. بيقول في السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. ونهر كما ذابت سبائك فضة، حكت بمحانيه انعطاف الأراقم، إذا الشفق استولى عليه احمراره، تبدى خضيبا مثل دام الصوارم. ما تميزت به البيئة الأندلسية في البيتين السابقين؟ هل استقلال الشخصية العلمية، ولا شيوع الغزل بنوعيه، ولا التغني بجمال الطبيعة، ولا إسهام المرأة في الحياة الأدبية؟ طبعا شيوع الغزل بنوعيه ما كانش موجود في الأندلس. استقلال الشخصية العلمية ملاش علاقة برضه، يبقى إما التغني بجمال الطبيعة يا إما إسهام المرأة في الحياة الأدبية، واحدة من الاتنين. فنشوف بقى هنا بيتكلم عن الطبيعة وجمالها ولا بيتكلم عن إسهام المرأة. هنقرأ تاني. ونهر كما ذابت سبائك فضة، ونهر، نهر اهي، وسبائك فضة، يبقى كده جمال طبيعة، يبقى التغني بجمال الطبيعة. يبقى أنا الأول بستبعد اللي مش موجود في الأبيات، وبعد كده أختار بناء على اللي موجود في الأبيات عندي. قال في المنصور، في المنصور يبقى أكيد هيمدحه. هتقول لي طب ايه الفرق بين المدح والفخر؟ الفخر بفتخر بنفسي او بقابلتي، لكن بقول لشخص حاجه كويسه يبقى مدح، يبقى المدح. قال سهل بن مالك عايز الغرض الشعري الذي يندرج تحته البيتان السابقان. ايه ده؟ احنا نسينا وبنحل اصلا ده كده على احنا عاوزين الاندلس بقى. ناخد حاجه عن الاندلس بقى نفسها، عن النثر. سنة 12 تميزت شخصية الأندلس عن شخصية المشرق في عزوف المرأة عن الأدب، ابتعاد المرأة عن الأدب. لا، أنا كان عندي أدب في الأندلس للمرأة. اتجاه المرأة لحلقات الوعظ، انشغال المرأة بالسياسة، ولا مشاركة المرأة في الحياة الأدبية؟ مشاركة المرأة. طب يا أستاذ فين دي؟ قال لك ما هو أنت عندك في الأدب الأندلسي من ضمن الشعراء المهمين هتبقى مين؟ ولادة بنت المستكفي، يبقى مشاركة المرأة في الحياة الأدبية زي ما كانتش موجودة قبل كده. 13 تسمية أحد الشعراء ببحتري المغرب وآخر بمتنبي المغرب. ما هو بحتري ومتنبي ده جاي منين؟ من الشرق. فالإجابة اتخاذ أدب المشرق محطة للتطور، لأنهم كانوا بيقلدوا أصلا الأدب الشرقي. قال المتنبي في مطلع إحدى قصائده: بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن. وختم الشاعر ابن زيدون اللي موجود عندي في المنهج إحدى قصائده بنفس البيت:
وهذا يدل على، خلي بالك المتنبي جاي من الشرق وابن زيدون بيختم بنفس الطريقه، ده بيدل على عدم وجود فروق جوهريه بين نماذج الادب العربي في الشرق والاندلس، صح. عدم الانفصال التام للاندلس عن المشرق في الحياه الاجتماعيه، ملناش دعوه بالاجتماعيه، نتكلم على الادب. تاثر الشخصيه السياسيه، نتكلم على الادب. عدم اكتمال شخصيه الاندلس الادبيه، يبقى عدم وجود فروق جوهريه بين نماذج الادب العربي في الشرق والاندلس، يبقى الاجابه رقم الف. السؤال الاخير، او ناخد سين 16 دوت على اساس ان سين 16 بيتكلم على حاجه بقى مهمه في عن ولاده وابن زيدون. ان ابن زيدون على فضله يغتابني ظلما ولا ذنب لي. قال ابن زيدون: وعهد ولادة أني أواصلها بما يطيب برياه تلاقينا. برياه تلاقينا. الظاهرة الأدبية التي تميزت بها الأندلس عن المشرق من خلال البيتين طبعا هتبقى الموشحات. أساسا كمان ما كنتش محتاج إنك تقرأ البيتين، لأن الميزة اللي مميزت أو الشكل الجديد اللي ميز الأندلس عن الأدب العربي الشرقي هتبقى الموشحات. كده صديقي، يبقى احنا شرحنا لك امبارح، طبعا لو ما كنتش شفت فيديو امبارح لازم تشوفه لان هو الشرح المهم، ودلوقتي احنا طبقنا على جميع اجزاء المنهج. وما تنساش حضرتك انك ترجع للنصوص تاني وتقراها وتشوف معانيها، لان كده كده مواطن جمالها هتبقى عباره عن ايه؟ بلاغه ترم اول والسنه اللي فاتت والبلاغه بتاعت السنه دي، وكل ده اتشرح في الفيديو. طبعا ما تنساش هنبقى معاك برضو الشهر الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.